اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. مساء الفل والورد والياسمين على عيونكم الحلوين يا احلى متابعين في الدنيا. النهارده بقى هنعمل وصفه حلوه قوي، هنعمل الحباش. في ناس كتير عارفاها وفي ناس كتير ما تعرفوش. الحباش ده حلو قوي، معروف عندنا طبعا. الحباش ده في الاكله الشعبيه بيبقى موجود لازما على الطبليه بتاعتنا، بجد فظيع. عايزاكم تجربوه وتقولوا لي رايكم. هننزل عندي بوله نزلت عليها ب4 طماطميات مبشورين زي ما انتوا شايفين معايا. بجد الفيديو هيعجبكم، عايزاكم تجربوا بس الحباش ده. في ناس كتير قوي بتحبه، انا من ضمن الناس الكتير اللي بحبه قوي، بحب الاكله الشعبيه دي خالص. وزي ما انتوا شايفين نزلت بالطماطم بتاعتي اللي انا بشراها. دلوقتي هنزل بعودين خضره متقطعين قطع صغيره على عود شبت، الموجود عندك اعملي بيه. في ناس كتير اصلا ما تعرفش يعني ايه حباش. الحباش ده نزلت دلوقتي بمعلقتين كده، ده بجيبه من عند العطار، بقول له عايزه حباش محوج. زي ما انتوا شايفين نزلت بمعلقتين. هنزل دلوقتي بمعلقه توم مفروم وعصره ليمونه. صلى على الرسول يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين نزلت دلوقتي بمعلقه خل، بجد هيعجبكم. دلوقتي بقى قلبي المكونات دي كلها مع بعضها. هنزل دلوقتي بالطحينه. هو بيتعمل بطحينه حمراء بس ما كانش موجود عندي غير طحينه بيضه. عادي الموجود عندك اعملي بيه، ما توقفيش نفسك على حاجه، ايا كان بيضه حمراء كله يمشي عادي. هنقلب بقى المكونات دي كلها. صلوا على رسولنا الكريم يا حبايب قلبي. يا عيني على الجمال وعلى الحلاوه، يا سيدي على الروقان، بجد فظيع يا جماعه. عايزاكم تجربوه وتقولوا لي رايكم. على فكره برضو لو عايزينه سبايسي شويه ممكن تضيفوله قرن شطه اخضر قطع صغيره. انا دلوقتي هضيف له رشه شطه حمراء، ورشه من الملح بسيطه خالص. هتضيفيله برضو زيت حار لو موجود عندك او زيت نباتي. انا كان عندي زيت زيتون برضو بيبقى حلو قوي، ضفتله زيت زيتون بالشكل ده. موجود عندك اعملي. الله على الجمال وعلى الحلاوه وعلى الروقان يا جماعه، بجد فظيع. عايزاكم تجربوه وتقولي بجد هيعجبكم قوي. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. طبعا لما بيكون عندنا اكله شعبيه لازم طبق الحباش ده يكون موجود عندنا، بجد فظيع. معاه بقى من خلول يا بقى مش عايزه اقول لكم. على فكره في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه حباش. الحباش ده لازما وجبه اساسيه في اكله التحابيش عندنا في دمنهور، بجد بيبقى فظيع. يا رب يا حبايب قلبي تكونوا استفدتوا من الفيديو حتى لو بمعلومه بسيطه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان ينزلكوا كل جديد من فيديوهاتي. يا رب وصفتي تكون عجبتكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد.